مش بتكلم عن الستات بس ولا حاجة، بس دي أغلبية الأسئلة اللي بتجيلنا. النهاردة الراجل اللي بعت والسؤال وبيقول هي طول الوقت محسساني انها بتمن عليا، ان هي حاجة كبيرة قوي، ان وجودها كتير قوي، ان انا لازم اعمل مجهود قوي عشان اكون في حياتها، يعني وان هو فضل ونعمة ان انا موجود. لا يا حبيبي، انت هنا وقعت في فخ حد شوية نرجسي، شوية عنده احساس بالنقص، فلازم يخليك طول الوقت يحسسك ان انت دون المستوى، ان انت لازم تعمل مجهود عشان تفضل في حياته. هو الحقيقة لازم تخليك ملخوم عشان ما تشوفش عيوب الشخص ده. بلاش تقعوا تحت رحمة الناس المرضى، إن كانت رجالة أو ستات، اللي يحسسك ان انت طول الوقت قليل، اللي تحسسك طول الوقت ان انت كتر خير ان انا بصيت لك. لا، هي اصلا المفروض تعكس سؤال: انت مدام بصيتي يبقى انت كنت عاوزاني، ولو مش بتحبيني يبقى كان لمصلحه، لفلوسي حصل لك ازمه ماديه، جوازك اتاخر، لشكل اجتماعي، حتى تمسكها بالجواز لحد دلوقتي برضو لمصلحه. فما تخليش حد يحسسك ان هي كتر خيري قوي ان انا مكمل، لا، انت مكمل لمصلحه ليك، فبلاش تشتغلك. اوعوا تتحطوا في علاقه ان هو احمد ربنا ان انا موجود. العلاقه دي بلاها، العلاقه دي هتستنزف روحك وتستنزفك. في ستات كتير للاسف بتلعب اللعبه دي عشان تخلي الراجل طول الوقت يطوف حواليها، وانت لازم تكسر ده، لازم تقول لها لا، ولازم تعرف امكانياتك، ولازم ما تقعش في الفخ ده. الاشخاص دي بتستخدم عيوبك وتسلط عيوبك عليك طول الوقت بسبب او من غير سبب. يعني ممكن اكيد نتناقش لو احنا في مشاكل بتضايقنا، لكن دي بتبوخ طول الوقت، بتنتقد طول الوقت، ان كان في هزار، كان في طريقه اكل، ان كان في كلام، كان في مواقف. هي طول الوقت بتستقل بيك او بتستنقص منك عشان انت تتلهي في حياتك. ما تبصش على عيوبها وتشوفها طول الوقت حاجه كبيره. فلو انت ده، اطلع من العلاقه دي بسرعه. كمان